Supuestamente acá tiene que haber algo. Claro, porque hay una sala. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا وغادي نشاهدوا مجموعه من اكثر المقاطع رعب على الانترنت. نعاود نذكركم قبل ما نبداو، كنتمنى الناس اللي عندها مشكله مع هذا النوع من الفيديوهات وكتخاف من المقاطع المرعبه من الاحسن توقف الفيديو حالا، لان القصص اللي غادي نسمعوها اليوم مرعبه وفيها مقاطع اللي ممكن تكون مؤذية للبعض. أما بالنسبة للناس محبي الرعب، على بركة الله بأول مقطع. تم التقاط هذا المقطع بواسطة أحد العاملين في إحدى المدارس. بينما كان يقوم بجولة كالعادة بممرات المدرسة، سمع أصوات قادمة من مكان ما بأسفل القاعات. كانت الأصوات مرعبة للغاية، لدرجة أنها خلاته يترعب لدرجة كبيرة بزاف، وهذا الشيء اللي خلاه ياخذ الهاتف ديالو ويبدا بتصوير هذا المشهد. شيء مظلم يختفي بسرعة على الأنظار، وخلال ثانية واحدة فقط وبعد ما أسرع نحو هذا الشيء للتحقق من الهوية ديالو، ما لقى والو. لم يتمكن من إيجاده وكأنه تبخر في الهواء. تم نشر هذا المقطع على الانترنت نهار 10 يونيو، وانتشر بشكل كبير جدا عبر مواقع الأخبار الماليزية. الشخص اللي قام بنشر الفيديو كيعيش في منطقة نائية في ماليزيا. أقرب جار ليه كيعيش على بعد يزيد عن 20 متر. كانت هاد العائلة دائما كتسمع صراخ مرعب قادم بالضبط من مكان ما خارج المنزل ديالهم، ومع مرور الليالي أصبحت الأصوات أقرب وأقرب. وفي أحد الليالي وفي وقت متأخر جدا من الليل، بينما كانت الأسرة نائمة، التقطات الكاميرات ديال المراقبة الموجودة أمام المنزل هاد المشهد. امرأة ذات عيون متوهجة وشعر داكن وطويل تنظر باتجاه المنزل ديالهم بشكل جد مخيف. العائلة ما عندها حتى شي فكرة على هوية هذه المرأة، وكيظنوا أنها شبح وليست إنسان عادي، وكيعتقدوا أنها هي اللي وراء الصوت القوي والمرعب اللي كانوا كيسمعوه كل ليلة. تم تسجيل هذا المقطع في مونتي بالأوروغواي في إحدى الليالي. ادعت امرأة للاسم ديالها داري، هي والأم ديالها، سماع أصوات غريبة خارج منزلهم مباشرة. في البداية ظنوا أنه قد يكون مجرد حيوان أو شخص اللي كيمر عادي أمام المنزل، ولكن بعد ما استمعوا بعناية أكبر وتمعن أدركوا أن الأصوات قادمة من سطح المنزل،
وبسبب القلق ديالهم تأكدوا من كاميرات المراقبة، واللي كانت واحدة منها موجهة مباشرة للمنطقة المعينة، وهذا الشيء اللي شافوه كان مرعب للغاية. Supuestamente acá tiene que haber algo. ¿Hay algo? Claro, pero ahí no sale, ¿no? Tendrías que apuntar desde techo a techo, enfrente de él. Claro, porque ahí no sale. Literal, como si تم التقاط هذه الصورة بالكاميرا، ويمكن رؤية صورة ظلية داكنة تقف بلا حراك على السطح، وكأنه شخص اللي كيراقبهم. ولكن الجزء المزعج أكثر هو بعد ما خرجات داري والأم ديالها للسطح باش يتحققوا من هوية هذا الشخص مباشرة. السطح كان فارغ تماما. في تسجيل الكاميرات كيبان واقف، ولكن ملي كيشوفوا بعينيهم ما كيبان لهم حتى شي واحد. Supuestamente acá tiene que haber algo. ¿Hay algo? Es como que la frena donde está la pared, no sube el techo. Claro, pero ahí no sale, ¿no? Tendrías que apuntar desde techo a techo, enfrente de él. Claro, porque ahí no sale. Literal, como si estuviera ahí. يعتقد البعض أن الكاميرات قادرة على التقاط أشياء لا تستطيع العين البشرية رؤيتها. واش فعلا كاينة كائنات كتدور بينا وكتراقبنا بينما حنا ما كنشوفوهاش وما كنحسوش بوجودها أصلا؟ خليوا لي رأيكم في التعليقات وندوزو مباشرة للمقطع الموالي. تم التقاط هذا المقطع الغامض بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة بداخل أحد المزارع بالتشالي. بينما كان الأب يسترخي بعد يوم طويل ومتعب، تلقى إشعار على الهاتف ديالو يفيد بأن الكاميرا الموجودة عند المدخل تم تشغيلها. ونظرا لأنه لم يحدث أمر كهذا من قبل، خصوصا في وقت متأخر من الليل، قام الأب بفحص تطبيق الكاميرا الخاص به، والشيء اللي التقطته الكاميرا خلاه عاجز عن الكلام وفي قمة الرعب. شخص يقترب من البوابة الأمامية. في الأول كيبان مقطع عادي، ولكنه أثار غضب الرجل، لأنه كان كيشوف رجل غريب كيتجول بالقرب من ممتلكاته الخاصة. لكن بعدها بثواني حصل أمر اللي صدمه صدمة كبيرة بزاف. شخص يخترق البوابة. هذا الرجل تصدم بزاف وما فهم والو. شكون هو هذا الشخص او هذا الكائن، وكيفاش قدر يخترق بوابة ويكمل طريقه عادي؟
القصة الموالية وقعت مع حارس بأحد المدارس بالضبط نهار 24 نوفمبر 2023. كيقول الحارس انه دائما كانوا الناس اللي كيشتغلوا معاه او اللي قبل منه بهذه المدرسه كيقولوا ليه ان هذه المدرسه فيها امر غريب وكيوقعوا فيها امور اللي خارقه للطبيعه، ويقال ان الاساتذه كيمنعوا الطلاب انهم يتواجدوا بهذا الممر بالضبط خصوصا في المساء. السبب غير معروف، ويقال ايضا ان هذه المدرسه مبنيه فوق مقبره. المرعب اكثر هو انه بعض الشواهد اللي كانت بهذه القبور قبل بناء المدرسه موجودة ومعلقة على الجدران. واضح أنها قبور الأشخاص معروفين وعندها علاقة بأحداث تاريخية، لهذا تم تعليقها بجدران المدرسة. Here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. All right. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but الحارس كيقول أنه كان كينظف أحد الليالي في المدرسة عادي بعد ما خرجوا كل الطلاب. في هذا القسم وقع معاه الموقف الغريب، وهذا الشيء علاش رجع خدا الهاتف ديالو وبدا بالتصوير. What's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. Oh, okay. See, no. It just follows me no matter what. Ooh! No, I can't. الشيء المرعب والغير قابل للتصديق هو أنه كل البالونات اللي كانوا بداخل هذا القسم كانوا ثابتين وما كيتحركوش إلا بالونة واحدة. كل البالونات كانوا ثابتين في المكان ديالهم إلا هاد البالونة الحمراء، واللي زاد صدموه هو الظل الأسود اللي كان كيجري خلف الباب. حادثة أخرى مشابهة لهذه وقعت في أحد المستشفيات مع أحد الممرضين اللي هو كيتمشى بأحد الطرق الموجودة في هذا المستشفى. لاحظ بالونة صغيرة تابعاه. الزميلة ديالو في العمل شافتهم وبدات كتقوم بالتصوير، وهذا الشيء اللي وقع بالضبط. Salí de aquí, salí a 4, no sé, justo cuando salí tenía luego otra. Cuando vine para acá, se me empezó a pegar, boludo. Me pegué un cagazo y ahora lo veo. Pero esa es la estática, boludo. Pero está lejos. Estática. Está viniendo para acá. Ay, la concha de la lora. La pibita de la camasita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. Pero se viene para acá, pelotuda. No. ¿Está prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Tomátelo. Vamos No, para adentro, me boludo. fui a la mierda, la No, concha la de concha, la lora. Ahí está. Asomate, Que pase boludo. largo, boludo. ¿Ves? Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la puta que te parió!